عصري حامضة على الخميرة وغادا تشوفي واحد النتيجة ما يمكنش. الوصفة اللي عطاتها ليا واحد السيدة في العمر ديالها 65 سنة من المتتبعين ديالي، وبس صدماتني اكثر انني مني شفت البشرة ديالها راه ما يمكنش. غير هي ما سمحاتش لي نحط لكم الصورة. ديري الخميرة في واحد زلافة وعصري عليها واحد الحامضة كما كتشوفوا. من بعد غادي تجيبي واحد خمارة وغادي نضيفوا منها واحد شويه كما كتشوفي، ومن بعد غادي نزيدوا واحد المعلقه ديال النشا. ضروري النشا راه مفيد بزاف للبشره. ومن بعد غادي نجيبوا الشبه تكون مطحونه، او الا كانت عندك حجر حاولي تطحنيها في الماكينه. من بعد كنزيدوا واحد المعلقه ديال الطحين ضروري، ومن بعد كنزيدوا واحد المعلقه ديال الملحه. ولكن قبل ما تكملوا معايا الفيديو المكون الاخير اللي غادي يصدمكم، بغيتكم تعطيني واحد المتابعه وحركه الاكسبلور وتبارطاجيو الفيديو، تكتبوا لنا من اين بلاد كتابعونا، وتعطينا الصلاه والسلام على افضل خلق الله صلى الله عليه وسلم. من بعد كنزيدوا نضيفوا واحد شويه ديال الماء يكون سخون، ضروري كل ما سخون. هذه راه ماشي مجرد خلطه عاديه، بل هي سحر طبيعي كيخلي البشره تسترجع النضاره والحيويه بطريقه مذهله. والحامض او الليمون معروف بانه غني بالفيتامين سي اللي كيساعد على التفتيح ديال البشره وكينظفها من البقع الداكنه وكيعطيها واحد الاشراقه كانها يعني مضيئه من الداخل. الخميره كتغذي لنا الجلد بالمعادن والفيتامينات وكتنشط الدوره الدمويه، فكتخلي البشره مورده وناعمه وكانها متجدده من جديد. اما النشا فهو سر النعومه والصفاء، كيهدي لنا البشره الحساسه وكيوازن الدهون الزائده وكيخلي الوجه مشدود ومشرق بدون لمعان مزعج. كذلك عندنا الشبه، فهي كتخدم دور رائع في شد المسام وتصفيه البشره من الشوائب وكتمنحها ملمس حريري طبيعي. والطحين كيعطي تاثير مقشر خفيف كيزيل الخلايا الميته بلطف وكيخلي اللون موحد ومتوهج. الملح وبيكربونات الصوديوم كيكملوا المعادله وكينقيو الاعماق وكيطهروا البشره من السموم وكيزيلوا الشوائب اللي كتعطي مظهر اللي كتعطي المظهر الباهت والمتعب. ومن اول استعمال كتحسي بالانتعاش والنظافه والوجه كيبان مرتاح وكانك درتي جلسه عنايه احترافيه في الصبا. ومع الاستمراريه، ضروري ركزوا لي، مع الاستمراريه كتكون النتيجه خرافيه، بشره صافيه مشرقه مشدوده وناعمه ورطبه بلا اثار ولا بهتان، وكانك يعني استرجعتي الشباب ديالك. بالنسبه للطريقه ديال الاستعمال ديال هذه الوصفه، كتطبقيها على البشره ديالك لمده نصف ساعه او لا، من الاحسن تخليها حتى تكرم لانها كتكرم شويه كتقصح، وكنخليوها في الوجه ديالنا. ومن بعد كنغسلوها بالماء البارد. ركزوا، الماء البارد من الافضل، الماء البارد للبشره. هذا الشيء اللي كاين. نتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنساوش تعطينا شي تعليق يكون زوين، والسلام عليكم وبارطاجيو لنا الفيديو، وشكرا والى اللقاء.